Okay, let's go. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني. والله يا حبايب قلبي قلت اليوم أنا أتكلم عن النوم بعد الفجر. طبعا وأكيد النبه كثير مجربين النوم بعد الفجر. أمانة يا جماعة ترقد بعد الفجر، أمانة يجينك أحلى ما قد وقعت ولا هديت. أول شي ترقد فجأة تقوم ونقدك في جزر المالديف، وبعدها ونقد صدمتها تحت بيتكم. فجأة ونقدك فوق طائرة، فجأة ونقدك في بيت جدك. نصيحتي لأي واحد صلي الفجر، لا عاد ترقد شي بعد الفجر، لأني أمانة تجي أحلام ما تستوعب شي العقل. أساسا ريعوا ما قد حدا اشترك، هو ياي اشتركوا بالقناة يا جماعة. كثرة هذا الأيام عاهات البخل. أمانة تلقى واحد معه زلط الدنيا والآخرة، لكن فيه بخل وجلده ما يقدر له إلا ربك. ومن هذا الأنواع يا جماعة ذي ما يشقيش الشاقي، يشتغل به من الصبح لا مغرب، وفي الأخير يدي له 2000 وعادو يزيد يقول لك تشتهى والله خلاها. يعني أمانة بخل لا أبعد حدود. يعني أمانة تزع تصير لا عندي تبكر له من فجر معه 300-400 بلوكة ومعه 6 دور. ويجي يقول لك على البلوكة 100 معك خراج ولا خليتان، وقد انتو دارين كفض على الواحد هانية ما مع الواحد لا يمشي مسكين يتحملهن. وأمانة انه فوق ذمة ذي صاحب العمارة. فأدي لكم اليوم قصة واحد يا جماعة اسمها أبو الروس. أمانة انه مثال لكل بخيل. اسمعوا هذا القصة. قولوا يا جماعة هذا يا أبو الروس رجال يعني الله منعم عليه من كل شيء، معه أموال الدنيا والآخرة، وسموه أبو الروس ليه كان يسل المجزرة يعني، وما يبز إلا روس، يبز روس غنم يعني. فلايو لقيه صاحبه قال تعال أسيرنا وانتان تغدى أو كيف. دخلها عند رجال في ذا الدنيا كلها واجد، لحوم وشحوم وخضروات ولحم والدنيا يعني ملاء. فالرجال تفاجأ قال من الله هذا الأموال كلها كفلامة كيف هذا الرجال يعني ما بلا لو بيشتغل شمال. المهم سار واستفسر منه هيا يا غالي ايش معانا كفلامة بتطلع لك هذا الأموال كفلامة في هذا العزم ايش هذا كلها. قال والله لا هكذا طبيعي. قال يا كان منين لك هذا الفلوس كلها؟ قال انا ما معي الا هذيك الهيلوكس دي على الباب. طبعا والهيلوكس هذيك مكسرة حالة ما حالة. قال كفلامة قال كم منين لك هذا كلها الزلط كلها؟ قال والله انا رجال اسير، انا عيين لا قد مات يعني رجال غني اسير اتزوج مرته، بالحين باقي معي واحد هاني يسموها ابو الروس. فالرجال افتجعوا على طول قال ما بش فايدة على هذا الدرجة، بخل بخل بخل. اخرته سار بز السيارة حقه وعبى ابوها من كل شيء، حتى عياله مستغربين ايش الموضوع. عبى رز وسكر ودقيق ولحم وسمك ووصل للبيت. مرته مستغربة قالت ايش فيك ما بلا انت مجنون. قال كلي لا عاد يجي بعدها يبزن صاحب الهيلوكس. فنصيحتي والله لكل واحد بخيل ابعد منك البخل يا اخي، والله العظيم ما غير يجيب الزها ولدك ولا مرتك. وفي نهاية المقطع ان شاء الله يكون عجبكم المقطع، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة.